هو ايه قصة سقوط مدرج في صالة حسن مصطفى لكرة السلة أثناء مباراة السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري؟ وإيه حقيقة إصابة الزعامة عادل شكل؟ صدق أو لا تصدق مع الصحفي حمد الجدي. أثناء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وقعت لوحة إعلانية حديدية على السور بتاع الصالة فانهار وتسبب في سقوط بعض جماهير الاتحاد السكندري. وأعلنت وزارة الصحة المصرية منذ قليل إن عدد المصابين 27 شخص حتى الآن. ومن ضمن المصابين الزعامة عادل شكل اللي كان موجود في الصورة والإسعاف بتنقله. وبالفعل تم ايقاف المباراه حتى نقل المصابين من جماهير الاتحاد السكندري للمستشفى والاطمئنان على صحتهم. ومدير الصاله اكد ان مفيش انهيار كامل للمدرج، كل القصه ان سبب الانهيار هو سقوط حاجه حديد على سور المدرج اللي فيه جماهير الاتحاد السكندري. الحادثه دي فكرتني بحادثه حدثت عام 1946 في انجلترا، وبرضه انهيار حاجز او حاجه في ملعب اسمه براندن بارك. ودي صورة الملعب وأثناء مباراة ما بين فريقين ستوك سيتي وبولتون. حدث إن في مجموعة من الجماهير دخلوا الملعب، وطبعا الحكم أوقف المباراة حتى خروجهم، وأثناء العملية دي حصل انهيار في حاجز تسبب في عدد من الوفيات والإصابات. تقريبا 33 حالة وفاة وأكثر من 400 إصابة، والحادثة دي اعتبرت واحدة من أفظع حوادث الدوري الإنجليزي في التاريخ. تعال بقى أوريكم مشهد من لحظة انهيار مدرج بصالة حسن مصطفى ولحظة إصابة الزعامة عادل شكل. ألف مليون سلام على المصابين وإن شاء الله يبقوا زي الفل.